السلام عليكم. اليوم الحاجة الوحيدة اللي كانت موجودة في ديربي العاصمة بين الترجي التونسي والنادي الافريقي، الحاجة الوحيدة اللي كانت باهية هي جماهير الترجي التونسي اللي أبدعت بصراحة في المدارج، من كاكاجات من غنايات من كل شيء. اليوم جماهير الترجي التونسي كانت المساند الأول وأبدعت فريمون في الجماهير، يعني كدزان مع الملاعبية وكل شيء. لكن هذا الكل حكاية الجمهور كوم، واللي شفناه بصراحة على أرضية الميدان في ديربي كبير ما بين الترجي التونسي والنادي الافريقي. للأسف اليوم ما شفناش كورة جمنا. احنا كنا نستناو فريمون في الماتش هذايا على الاقل باش يعطي نكهه لكره القدم التونسيه. نعرفوا ديربي العاصمه من اقوى الماتشات ما بين الترجي والافريقي، من اقوى الماتشات اللي نستناو في كره صحيحه على الاقل تتلعب في ارضيه الميدان. لكن للاسف هذا كله ما شفناش، وزاد عليهم الحكم اللي بالمخالفات اللي ظفر فيهم بالتقطعات الكبيره زاد كمل على الماتش اكثر وخلى الماتش فريمون يتعدى رديء جدا، وخاصه تكتيكيا ومن ناحيه الملاعبيه ما شفناش حاجه كبيره على ارضيه الميدان. الترجي التونسي يفوز وهذا الاهم، يبعد ب7 نقاط عن النادي الافريقي حاليا، يتصدر البطوله التونسيه، وبالنسبه لي احسم البطوله بنسبه كبيره لانه صعيب بالافكتيف اللي عند ليسبيرونس، رغم اللي ماهوش احسن حاجه لكن هو الاحسن حاليا في كره القدم التونسيه. هذاك علاش ليسبيرونس عملت خطوه كبيره بالنسبه لي للفوز باللقب. المقابله اليوم بداها مدرب كاردوزو بالتشكيله 4-3-3، لكن التغيير اللي صار خاصة بدخول الدبالي على الجهة اليمين، لهنا تفهم التوجهات نتاع كاردوزو. تحس اللي كاردوزو كان خايف شويه من الجهه اليمين، زاد اللي هي فيها بسام صرافي وفيها الزعلولي من جهه النادي الافريقي. تحس اللي فما تخوف كبير، واليوم زيد مع الروندمون نتاع الدبالي اللي كان او سوجي كيف زاد نحكيوها على في وسط الميدان. فما مشاكل كبيره ظهرت من جهه الترجي التونسي، خاصه من عند زكريا العايب، من عند الدبالي كل ما تجيه الكره، ومن عند تقازد اليوم اللي كانت غايب عليه الفورمه في وسط ميدان الترجي الرياضي التونسي. الترجي دخل المقابله بقوه، رغم اللي دخل المقابله بقوه في اول درجه اللعب، سجل هدف ممتاز عن طريق رودريغو رودريغيز، لكن بعد تتفاجئ انه المدرب ياخذ احتياطات كبيره ويرجع براتيكمون يوخر البلوك الكامل على النادي الافريقي. النادي الافريقي كيفاش تعاملت مع الماتش لهنا؟ ضغطت عالي في اغلب الاوقات، خاصه في الشوط الاولاني اللي ربما كان احسن شويه من الشوط الثاني. النادي الافريقي بالفعل ضغط عالي، منع الترجي التونسي من انه يبني اللعب نتاعو في وسط الميدان مع ملاعبيه في الترجي اللي ماهيش قادره باش تخرج بالكره بشكل جيد، وكانت اوت اوف فورم اليوم في الماتش. استطاع انه النادي الافريقي يكسب نوعا ما وسط الميدان، لكن ما كانش فريمون النادي الافريقي اللي يوجع. كل ما يكسب، كل ما في الكره النادي الافريقي في وسط الميدان ما فماش التحولات السريعه، ما فماش ملاعبيه فريمون اللي تخلق لك الفوضى في اخر 30 متر بالنسبه للترجي التونسي اللي باش تفسخ لك الواحد على واحد. هذا اللي شفناه النادي الافريقي عاجز فيه، رغم اللي كان متفوق في وسط التيران على الترجي التونسي، خاصه في الشوط الاولاني. بعد الشوط الثاني ولا كله براتيكمون ملاعبيه تجاري في الماتش. الترجي كاردوزو عمل شويه تغييرات، شلق وفهم اللي الدبالي كان خارج الموضوع في الشوط الاولاني، دخل الملاعب اللي هو بوكيا على الجهه ذيك، لكن بوكيا صحيح جاته كره او اثنين، لكن براتيكمون الترجي التونسي ما كانش جاهز على الماتش كامل. النادي الافريقي نفس الشيء، بعد اصابه بسام صافي، ربما كان بقى بسام صافي كنا نجموا نشوفوا كره اخرى على مستوى يعني النادي الافريقي. مع بوان اخرى لازمني نحكيها في وسط الماتش وخاصه من جانب الترجي التونسي، هما دو بوان، واحده من جانب الترجي التونسي وواحده من جانب النادي الافريقي. نحكيو على من جانب الترجي التونسي. اليوم لازم نفهموا علاش اليوم الى حد الان معناها ديما غايلين الشعلالي ما يبداش الماتش نتاعو، رغم اللي خذا دي طون جو في معناها في اغلب الماتشات الاخرانيه خذا طون جو محترم. علاش اليوم غايلين الشعلالي؟ التساؤل كبير علاش مش حاضر، لانه بصراحه فما فرق في كواليتي الملاعب هذايا على ملاعبيه اخرين. اليوم كي تخمم انت كفريق الترجي راك في ادوار متقدمه في الشامبيونز ليج، حتى الماتش نتاع سيك ميموزا راك باش تحقق نوعيه غاليان. اليوم شفتنا وقت اللي النادي الافريقي ضغط شويه في وسط الميدان على الترجي التونسي، الترجي وحل من نوعيه الوسط اللي عنده نوعيه نتاع وسط. كي نحكيو على تقان، نحكيو على الدبالي، نحكيو على زكريا العايب، ما همش البروفيل اللي نجم
يخرج لك معناها تخرج من ضغط وسط الميدان امام فرق تلعب لك ضغط عالي بسهوله. اليوم شفنا غايلان الشعلالي وقت اللي دخل تحس حتى توش نتاعو تحسها فيها حاجه نتاع فن، كيف حتى فما باس عطاها يظل رودريغيز كان نتذكرها، تحس اللي فيها اللمسه والبصمه نتاع غايلان من نوعيه الباسات نتاعو راهو ينجم يكسر لك ضغط كامل نتاع الفريق المنافس. هذاك علاش لازم يبدا بالنسبه لي الترجي يخمم في فتره غايلان الشعلالي انه يكون اساسي في مقابله اسيك ميموزا ذهاب واياب، لانه باش يستحق النوعيه نتاع غايلان الشعلالي. نحكيو شويه توا من جانب النادي الافريقي، ما فهمتش حاجه كيفاش اليوم الكلوب افريكان تحب تهز الشامبيونا. تحب تهز الشامبيونا، اول حاجه لازمك خويا عندك دفاع جيد قبل ما تخمم في الهجوم باش تتاكي وشكون وبسام وبالصرافي ايدو مزياني. اول حاجه لازمك عندك مينيموم تاع دفاع محترم. اليوم تحكي على توفيق الشريفي، كوره نتاع رودريغيز عامل كوره بدايه ركايه الاخر ميم با 2 متر تخلى عليه خذا الكوره، كيف حتى زاد اسكندر العبيدي نفس المستوى، معناها ما يبعدوش على بعضهم برشا. الدفاع هذا بصراحه اللي كانوا يمكن حتى في اول الشامبيونات كانوا يحكيوا على من باين اقوى المدافعين العمراني والشريفي، بصراحه اليوم في نيفو عالي ما ريتش حتى اداء. النادي الافريقي كل ما لعب مع ايكيبات كبار سواء الترجي ليتوال كيف ريفر يونايتد زاد حتى في الكاف، كل ما لعب مع ايكيب نجم توجعوا ايكيب محترمه شويه، كل ما نشوفوا دفاع النادي الافريقي بالاخطاء نتاعو بالكوارث نتاعو. اليوم اللي صار مثلا في بونتو رودريغيز ديفونسور محترم يعرف يلعب كوره، عنده مينيموم تاع فيتيز، عنده خاصه الخبث نتاعو امبوسيبل انه رودريغيز باش يدخل عليه وياخذ ويفك له الكوره هذيك، وكان حتى كان ما كانش رودريغيز ما خذاش الكوره كانت باش تصير كارطون روج وقتها، وكانت باش تصير معناها كارثه اكثر للنادي الافريقي اكثر من البونت. هذاك علاش النادي الافريقي منذ القبيل توا صديقي في مهمه صعيبه برشا انه باش يركح برسمي الخط نتاع الدفاع نتاعو، وما بعد توفيق الشريفي شنو، ما بعد العمراني شنو، ما بعد رامي البدوي شنو، هذوما كلهم يا صديقي كعك ما يطيرجوع، ما همش باش يفيدوا النادي الافريقي، وشفناهم في مستوى عالي على شنو قادمين. اليوم منظر الكبير امام تحدي كبير. العام هذا النادي الافريقي اللي كان داخله باش يلعب على الشامبيونا وداخله باش يلعب على كاس الكونفدراليه الافريقيه، خسر من الكونفدراليه الافريقيه واليوم براتيكمون يعاود يخسر الشامبيونا. يعني نحكيو لهنا ملي كان موسم تاع تتويجات بالنسبه لجماهير النادي الافريقي الا ولا موسم كارثي وكارثي جدا. اليوم المنظر الكبير مهمته انه باش يخرج العام هذايا للنادي الافريقي يعني باقل الاضرار، على الاقل مطالب باش يترشح لكاس من الكؤوس الافريقيه تشامبيونز ليج الاوبجيكتيف الاولاني كمركز ثاني، لانه بصراحه الترجي التونسي على مستوى يعني اللاملاعبيه وعلى مستوى النقاط والتعامل نتاع حتى كاردوزو، رغم اللي كاردوزو ما اقنعش اليوم، لكن التعامل نتاعو نتاع المقابلات انه مدرب يعرف خويا يجيب لك الاطراح. اليوم الاوبجيكتيف 3 بوان انه باش يحضر الماتش نتاعو نتاع اسك ميموزا باقل الاضرار، جاب 3 بوان بعد ب 6 بوان واعطى اريحيه كامله ينجم وقتها يتعامل بشكل جيد مع مقابله اسك ميموزا ذهاب واياب يرتاح الملاعبيه نتاعو في ماتش الشامبيونات. هكا نكونوا حكينا عموما على اللي صار في ديربي العاصمه. انت ما عليك صديقي كنت شفت الفيديو هذا اهم حاجه لايك سبسكرايب تشغل لي جرس التنبيهات، واستناونا في فيديو جديد من برنامج نحكي وكوره.